مع تطور الهجمات السيبرانية واختراق البيانات، أكيد بقى واضح وضوح الشمس يراها أي كفيف. إن كل شركة دلوقتي لازم تحمي نفسها من الهاكرز. أهلا بيكم في السايبر سيكيورتي وورلد، والنهاردة بداية سلسلة من حلقات في الوورلد ده. في الوورلد ده أو في السلسلة دي هنتكلم فيها عن حاجتين مهمين جدا، وهما الاساسيات بتاعت السايبر سيكيورتي، وفيها هنتكلم عن مبادئ السايبر سيكيورتي وايه هي الحاجات اللي لازم نطبقها في كل حاجة انت بتعملها في الشغل بتاعك. والجزء التاني هنتكلم فيه عن مجالات السايبر سيكيورتي المختلفة، وفيها هنتعرف على الثغرات الأمنية أو الفولنربيليتيز، وإزاي نطبق البيست براكتسز عشان نأمن نفسنا وندافع عن ممتلكاتنا ضد كل المخاطر السيبرانية من خلال سايبر سيكيورتي اركتكتشر سليم. احنا محتاجين نبدأ ب5 مبادئ في السايبر سيكيورتي لازم نعمله، وواحد لازم نبعد عنه خالص وما نفكرش ان احنا نيجي جنبه. فخليكم معايا في الاخر عشان نعرف ايه البرنسبل اللي مفروض ما نجيش جنبه ولا نقرب منه. خلونا نبدأ بأول حاجة وهي الديفنس ان ديبس. والهدف من الديفنس ان ديبس انك تعمل حاجز صعب وممنهج على اي هاكر. لو بصينا للاولد سيستمز، تمام، ايام العصور القديمة كده والقلاع والكلام ده، السكيورتي مودلز كانت شغالة ازاي؟ اي قلعة كانت بيتم تصميمها بحوائط عالية جدا وضخمة بحيث تخلي الناس اللي جوه القلعة دي، تمام، يفضلوا جوه والناس اللي مش تبعها بره. طيب، وكانت شغالة حلاوة لحد ما طبعا اكتشفوا ان الناس اللي عايشة جوه دي اكيد هيقعدوا يخرجوا بره. احنا اللي محبوسين مش انت. افتح انت من بره. يا غبي يا عم ده عم ولا في ايه؟ ايه يا عم؟ يا عم عايزين بقول لك نفتح. نفتح من جوه، احنا محبوسين جوه، احنا اللي هنفتح من جوه واحنا محبوسين جوه. فطبعا عملوا للقلعة دي باب عشان الناس تبدأ تخرج، والباب ده يعتبر دلوقتي هو ثغرة أو في عالمنا الحديث vulnerability. وعشان نقويه مع عوامل تانية، تمام، كانوا مثلا بيحفروا حوالين القلعة دي، بيعملوا حفرة كبيرة وجواها بحيرة بحيث الناس ما تقدرش تخش وتطلع غير ثرو الباب ده، ويبقى فيه برضه زي حاجز كبير ما بين القلعة وما بين الناس اللي بتدخل وبتطلع. والبوابة دي طبعا بتنزل وبتطلع بترس. وكمان لو كانوا عايزين يزودوا السكيورتي شوية، كانوا بيحطوا لهم هنا كام حارس وكام كلب كده ايه عشان يزودوا الأمن. وده كان مفهوم الديفنس ان ديبس زمان، لأن ده كان بيعتمد على كذا سكيورتي إيليمنت، ما بيعتمدش على سكيورتي إيليمنت واحد. يعني هنا انت عندك الحيطة، البحيرة، الكلاب، الحراس، ال- الطوب القوي بتاع القلعة ذات نفسه. فانت عندك كذا سكيورتي إيليمنت، وده كان مفهوم السكيورتي او الديفنس ان ديبس في الايام العصور القديمة. تعالوا بقى نشوف في عصرنا الحالي الدنيا ماشية ازاي. مثلا هنا لو عندنا يوزر، تمام، قاعد على البي سي بتاعه اللي هي بدورها كونكتد بشبكة معينة، عايز يروح مثلا للويب سيرفر ده، اللي بدورها بعد كده بتروح للابليكيشن سيرفر، وفي النهاية طبعا بيبقى في الآخر في داتابيز. في المثال ده ايه المفروض احنا نعمله عشان نحقق الديفنس اندبس؟ مثلا عند اليوزر ممكن نشغل المالتي فاكتور اوثنتيكيشن، وهنتكلم عن المالتي فاكتور اوثنتيكيشن بالتفصيل في الايدنتيتي وورلد ان شاء الله. وده سيستم بيقدر من حاجتين رئيسيتين، من 3 حاجات في
المالتي فاكتور اوثنتيكيشن سيستم ان هو يتاكد من هويه اليوزر. طيب ايه الثلاث حاجات الرئيسيين دول؟ هو something you have، حاجه معاك زي توكن، هاردوير توكن، و something you are، حاجه بتمثلك انت شخصيا زي بصمه ايدك او بصمه العين، و something you know، حاجه مثلا زي الباسورد. طيب ايه رايكم بالنسبه لليوزر ماشين دي؟ مثلا لو اليوزر ماشين دي موبايل، فممكن تحط موبايل ديفايس مانجمنت. تمام. تمام. طيب لو هو لابتوب، ممكن تحط مثلا اند بوينت مانجمنت. تمام، اند بوينت ديفايس مانجمنت، بحيث تقدر تحط البوليسي بتاعت الشركه بتاعتك، بحيث تقدر تحط البوليسي بتاعت الشركه بتاعتك وتتاكد ان هي ما حصلهاش تعدي. زي مثلا ان اخر فيرجن من الانتي فيروس ما انستولد على البي سي ده او اللابتوب ده موجوده، اخر ابديت من الويندوز انستولد، مفيش اي ثيرد بارتي في بي ان ابلكيشنز انستولد على اللابتوب مثلا غير بتاعت الشركه اللي هي الاوثورايزد المفروض اليوزر يستخدمها، وهكذا. وكمان ممكن تحط اي دي ار، اللي هو اند بوينت ديتكشن ريسبونس، وكل ده هنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله في السكيورتي وورد. وطبعا من وجهة نظر النتورك لازم ابدا احط هنا فاير وولز. والفاير وولز دي عشان احمي الويب سيرفر من اي انباوند ثريت، وعشان اقدر اعمل فلتريشن للترافيك اللي رايح للحاجات السنسيتيف، تمام، اللي ورايا. وطبعا للويب سيرفر وللابليكيشن سيرفر نفسهم ممكن اعمل عليهم vulnerability تيستنج عشان اتاكد ان السيستمز دي ما فيهاش اي ثغرات. وطبعا في الاخر الداتا اللي على الداتابيز هعمل لها انكريبشن، وطبعا هستعمل لها سيمتريك انكريبشن، واحط عليها اكسس كنترولز ان مفيش اي حد يقدر يدخل عليها. وهنتكلم طبعا في الكريبتو وورد عن السيمتريك والاسيمتريك انكريبشن بالتفصيل. ولو تاخدوا بالكم في الديزاين ده كله ما فيهوش سكيورتي ميجر واحده معتمده على التانيه. يعني لو في سكيورتي ميجر سواء الفاير وول، الام دي ام، الاي دي ار، المالتي فاكتور اوثنتيكيشن، وات ايفر السكيورتي ميجر اللي انا عامل لها ابلاي في كل اليمنت من الاليمنتس اللي في الديزاين بتاعي، تمام، لو واحده منهم خيشت مش هتاثر على التاني. وهي دي الفكره اللي احنا بنجري وراها وعايزينها، وهي ان احنا ما يبقاش عندنا ما عندناش single point of failure. يعني ما فيش حاجة لو حصل لها كومبرومايز أو خيشت تأثر على السيستم كله، وده مهم جدا عندنا. تاني حاجة وهي الفيل سيف. فيل سيف يعني إيه؟ يعني لو حاجة ضربت في السكيورتي ميجرز اللي عندي دي ما تأثرش على السيستم كله ويفضل شغال. تاني حاجة عايزين نتكلم عليها النهاردة وهي مبدأ الليست بريفليج، وهو بشكل بسيط بقول ان انا هدي اكسس، تمام، بس للناس اللي محتاجة الاكسس ده واوثورايزد ان هم يبقى معاهم الاكسس ده عشان يقدروا يعملوا شغلهم. تمام. الشخص اللي بتبشر ده شكله باين ان هو شرير، مش هديله الاكسس. طبعا الاكسس ده مش هيبقى مع الناس دي طول الوقت، تمام، مش طول الوقت. طبعا الراجل ده مش هديله اكسس، الناس دي مش حتى لو اعطيتها الاكسس مش هيبقى معاها الاكسس طول الوقت. ولازم اتشيك بيريديكلي هل الشخص اللي انا اعطيته الاكسس ده هل لسه محتاج الاكسس ده ولا لا، ولو مش محتاجه لازم اشيله من عنده. حاجة تانية وهي الهاردن بتاع السيستم. مثلا لو عندك ويب سيرفر، الويب سيرفر ده الديفولت سيتنجز بتاعته ان هو شغال HTTP، شغال FTP، شغال SSH.
يعني ممكن تعمل عليه FTP، ممكن تعمل عليه SSH، ممكن تاكسسه HTTP. تمام. لازم اشوف انه سيرفيس شغاله على السيرفر وانا محتاجها ولا لا، وعلى الاساس ده لازم اشيلها او اعمل لها ديسيبل. يعني مثلا لو الويب سيرفر ده انا محتاج ال HTTP فانا مش محتاج ال FTP ولا محتاج ال HTTP. سوري، ولو مش محتاج ال SSH فهسيب بس ال HTTP عشان استخدمه، لان كل سيرفيس من دول بتوسع الاتاك سيرفيس ويخلي السيستم ضحية سهلة للثغرات ان الهاكر يقدروا يستغلوها ويعملوا اتاك على السيستم بتاعي. مثال تاني للهاردنينج للسيستم هو اننا نشيل الديفولت اي ديز. مثلا لو الادمنستريتور اي دي، تمام، الديفولت اللي هو ادمن، تمام، لازم اغيره اي حاجه مش معروفه او متداوله لاي حد. يعني ما اسيبش اليوزر نيم بتاع السيستم عندي ادمن، تمام، او الديفولت باسورد اللي هو باسورد 1 2 3. لازم اغير الحاجات الديفولت، لازم اعمل هاردنج للسيستم. ده مثال تاني للهاردنج. مثال تاني للليس بريفليج وهو البريفليج كريب. فلنفترض ان احنا عندنا شخصين الجمال دول، وكل واحد فيهم عنده 3 اكسس رايتس، تمام، والاتنين عندهم نفس الاكسس بالظبط. التلاتة دول هما نفس التلاتة دول. طيب دلوقتي واحد منهم راح بوزيشن تاني او راح جوب جديدة بمسؤوليات جديدة مختلفة عن التلاتة دول، تمام. فانا دلوقتي الراجل ده راح بوزيشن جديد، محتاج عشان يعمل شغله يأكسس elements تانية، تمام. فهو راح للادمن وقال له انا دلوقتي بعمل نيو جوب ومحتاج البريفليج اكس واي زد. فالادمن هيروح مديله البريفليجز الجديده، وبالمره هيقول له بقول لك ايه، خد الاكسس ده كمان، عشان ايه؟ الاخر بينه وبين نفسه عشان ما تجيليش تاني افتح تيكت وتعمل وتريكوست بريفليج جديده واوثورايزيشن وقصه. خد الايه، الاكسس ده جاست ان كيس، ودي مصيبه. طيب هي مصيبه ليه؟ جاست ان كيس دي مصيبه ليه؟ هو عكس مفهوم الليست بريفليج تماما اللي احنا عايزين، اللي احنا اصلا بنحاول نطبقه. طيب هو الصح اللي المفروض يتعمل كل شركه لازم كل فترة أو سنويا تعمل حاجة اسمها ري سيرتيفاي، ري سيرت، عشان أبص على كل اليوزرز اللي عندي، تمام، وأشوفها هي محتاجة الأكسس اللي معاها ده ولا لأ. في الكيس دي أنا عندي ده نيو بريفليج، والبريفليج ده بتاع جاست ان كيس، تمام. فأنا لما أجي أعمل ريسيرت سنويا هاخد بالي، والله هو البريفليج ده الجديد اللي محتاجه، البريفليج القديم ده اصلا مش محتاجه فهشيله له، والجاستن كيس اللي اتعطوا ده كمان هو كمان هشيله له، فيفضل له ايه؟ التلاتة الجداد اللي هم بتوع الجوب اللي راحة جديدة. فيوزنج الري سيرت كونسبت انا كده حافظت على الليست بريفليج. تالت مبدأ معانا النهارده وهو السيبريشن اوف دوتيز. اهم حاجه في السيبريشن اوف دوتيز ان احنا ما يبقاش عندنا سبوك او single point of control. no single point of control، بحيث نخلي السيستم بتاعنا حتى لو حصل له اختراق لازم يكون اتنين هما اللي يحصل لهم اتاك او كومبرومايز، او تو سيستمز يحصل لهم كومبرومايز عشان السيستم بتاعنا يحصل له اتاك او يتأثر بالاتاك ده. لو سيستم واحد او يوزر واحد حصل له كومبرومايز ما يقدرش الهاكر يخترق السيستم بتاعنا. فلو جينا بصينا للمثال ده، لو عندنا باب بقفلين وعندنا شخصين بمفتاحين، تمام، الراجل ده بيستخدم المفتاح ده عشان يفتح القفل، الراجل ده بيستعمل المفتاح ده عشان يفتح القفل ده،
والاتنين دول لازم يبقوا موجودين مع بعض، وكل واحد معاه المفتاح بتاعه عشان الباب ده يتفتح. طب لو جه حرامي وسرق المفتاح ده، مش هيقدر يفتح الباب، او سرق المفتاح ده لوحده برضه مش هيقدر يفتح الباب. لازم الاتنين يبقوا مع بعض عشان الباب يتفتح. وده مفهوم النو سنجل بوينت اوف كنترول. مفيش حد فيهم معاه كنترول على الباب، لازم الاتنين يبقوا موجودين عشان الباب بالمفاتيح طبعا بتاعتهم عشان الباب ده يتفتح. طيب خلونا نشوف مثال تاني في عالم الاي تي بتاعنا. لو عندنا مثلا ريكوستر، الراجل ده ريكوستر عايز ياكسس الداتابيز دي، فهو هيبعت ريكوست تمام بتاعه للابروفر، والابروفر ده هيقول يا اما اوكي تمام اديله الاكسس يا اما لا. فبالطريقه دي الريكوستر مش نفس الشخص اللي بيعمل ابروف، فما ينفعش اصلا التو فانكشنز يبقوا بيعملها نفس الشخص اللي هو بطلب الريكوست وانا اللي بابروفه. ففي الحاله دي الابروفل مثلا هي اكسبت الاكسس بتاع الراجل ده وهيديله الاكسس على الداتابيز اللي هو عايزها. رابع مبدأ معانا وهو السكيور باي ديزاين. لازم السكيورتي تبقى معانا طول الوقت في كل مرحلة من مراحل البروجكت. ما ينفعش بعد ما اطلع البرودكشن ابدأ افكر انا ازاي هسكيور السيستم بتاعي. الكلام ده ما ينفعش. فكر فيها كده، لو احنا بنبني مبنى تمام في منطقة زلازل، لازم وانت بتبني تحط في اعتبارك الضغط والمخاطر، وما تروحش تبني لي العمارة بعد كده تقول ايه ده اوبا دي الحتة اللي بنينا فيها العمارة دي فيها زلازل، تعالى بقى ايه نشوف هنظبط المرمى دي ازاي. فلازم في عالم الاي تي تفكر في السكيورتي من اول الريكوايرمنت تمام لحد البرودكشن. لازم تحدد السكيورتي اسبيكتس في الريكوايرمنتس وتظبطها في الديزاين، وبعد كده تفكر في السكيورتي برنسبلز اللي هتطبقها في الكود بتاعك. ولما نبدأ في الانستوليشن لازم يبقى فيه سكيور سيستم تمام، وبعد كده نبدأ نتست السكيور سيستم ده ونتأكد ان البرودكت بتاعنا سكيور انف، وبعد كده نبدأ نطلع برودكشن عشان كده نبقى احنا في السليم. وطبعا السايكل دي بترجع تاني لو في ريو ريكوايرمنت، وبكده يبقى السكيورتي لازم تتطبق في كل ستيب من ستيبس البروجكت بتاعك. من اول ما يجي لك الريكوايرمنت من عند الكاستمر تبدا تديزاين الريكوايرمنت دي، تابلاي سكيورتي ميجرز على الكود بتاعك، كات انستول تيست البرودكت بتاعك وتتاكد ان هو سكيور انف، وبعد كده تبدا تطلع برودكشن وهكذا. لو بصينا كده هو شغلانه السكيورتي دي بتاعت مين بالظبط في الموال الازرق ده؟ هل بتاعت الديزاينر ولا بتاعت الادمن ولا بتاعت اليوزر؟ المفروض السكيورتي تبقى مهمة كل واحد في البروجكت، من اول الديزاينر الادمن اليوزر كلهم مسؤولين. بس طبعا مين اهم واحد فيهم؟ اهم واحد فيهم هو الديزاينر، عشان احنا عايزين حاجتين مهمين: security from start to finish تمام، وsecurity out of the box. طبعا security out of the box دي اللي هي الديفولت security، طبعا بنبدأ نعمل لها enhancement بعد ما نخرجها من البوكس. بس دول التو مين concepts المهمين في security by design. خامس مبدأ معانا وهو كس. عيب. ولا مش هنبوظ بعض، هو keep it simple stupid. من الآخر ما تكلكعهاش على نفسك وعلى غيرك، لازم يبقى فيه بالانس. لو السكيورتي تيم عامل رولز معقدة
على اليوزر، لازم الباسورد يبقى بالطريقة الفلانية ويتغير كل شهر، والكل اب لازم يبقى فيه الباسورد مختلف عن التاني، وبلا بلا بلا بلا. تمام، اليوزر طبعا هيزهق من الكلام ده. تعال ناخد المثال ده مثلا، المتاهة دي. تمام، لو السكيورتي تيم قال له انت لازم تدخل من هنا ولازم تطلع من هنا، شايفين المنظر ده؟ هيقول لك ايه القرف ده؟ لا طبعا، انا اروح ماشي كده واطلع كده وخلاص، انا كده وصلت برضو للديستنيشن بتاعتي. فلما تكلكعها على اليوزر، تمام، هو هيطلع عينك وهيطلع عين الشركة كلها. لازم اليوزر يحس ان انا سكيور بس مش بطريقة تزهقني. اليوزر هيزهق وهيعمل من الاخر مثلا باسورد 1 2 3 لكل الابلكيشن ويخلص، وده هيلبسنا كلنا في حيطة. فالدرس هنا ان احنا لو احنا خلينا الطريق الصح صعب قوي على اليوزر، هيشوف ان الطريق الغلط سهل قوي وهيمشي فيه. فلازم نخلي السيستم سكيور بس برضه في نفس الوقت بسيط على قد ما تقدر. كل ده لازم يطلع بإيه؟ إن الكلكعة هي عدو السكيورتي. الكلكعة الكومبلكسيتي هي عدو السكيورتي. دايما الكومبلكسيتي ضد السكيورتي. طب لو فكرت فيها بقى كده، هو ايه بقى الديفنس تيبس اللي انت واجعنا بيها دماغنا وحط سكيورتي ميجر في كل حته؟ هي دي مش كومبلكسيتي يعني؟ ايوه دي كومبلكسيتي بس على الهاكرز مش على اليوزرز. انت هنا بتعمل ميتيجيشن للاتاكس اللي على السيستم بتاعك او على النتورك بتاعتك، لكن مش بتكلكعها على الانترنال يوزرز بتوعك. افهم يا حدق. اخر حاجه وهي المبدأ اللي اوعى تقرب له، وهو السكيورتي باي obscurity. وده معتمد على حاجة زي سر حجر رشيد كده، محدش يعرفه عشان تخلي السيستم سيف، وده غلط تماما. لازم تعرف ان السكيورتي مش هي السيكرسي، السرية مش هي الأمان، مش نفس الحاجة. فلو تاخد بالك ان في شخص عالم اسمه كيرشوف اتكلم عن الكريبتو سيستم، وان اي سيستم معمول له سكيور بطريقه صحيحه هو كريبتو سيستم اللي تعرف عنه كل حاجه ما عدا الكي. الكي هو السر الوحيد في الكريبتو سيستم كله. تعال ناخد المثالين دول. المثال اللي فوق ده مثال مطين ب 60 دي، وهوريلك ليه. انا عندي هنا كلير تكست بتخش على سيستم انا ما اعرفش عنه اي حاجه، تمام، وبيستخدم معاه كي بيطلع لي سايفر تكست. تمام، انا بالنسبه لي ده بلاك بوكس. ولا اعرف عنه اي حاجه. انا بدخل كي تكست بطلع سايفر تكست لكن ايه اللي جوه السيستم ده شغال ازاي ولا اعرف. ودي السيكرسي، والسيكرسي هي مش سكيورتي تماما. تعال نشوف المثال الحلو اللي بسمسم اللي تحت ده. سمسم لا مؤاخذة مش السمسم، السيستم السيستم ده معروف هو شغال ازاي. تمام، انا عارف انا بانكريبت، بعمل الكريبتوجرافي بتاعه الكلير تكست دي واطلع منها سايفر تكست ازاي. السيكريت الوحيد اللي في السيستم ده هو الكي. انا ما اعرفش الكي ده عباره عن ايه. انا بدخل كلير تكست على السيستم ده وبطلع سايفر تكست، وعارف السيستم ده الكريبتوجرافي بتاعته شغاله ازاي، بس الكي اللي بيستخدم طبعا ما اعرفوش. ودي اسمها الجلاس بوكس. ده جلاس بوكس سيستم مش بلاك بوكس. طيب هتقولي السيستم دي زي ايه؟ طبعا عندنا امثله كتير زي مثلا ال RSA، زي ال EES. تمام، وهنتكلم عن الكريبتوجرافيك سيستمز دي في الكريبتو بورد ان شاء الله بالتفصيل. وهنتكلم مع بالذات عن ال RSA والايكويشنز اللي بتستخدم جواه عشان تطلع لنا السايفر تكست دي. وده بيثبت اللي احنا عارفين ايه شغال ازاي، بس مش عارفين الكي اللي بيستخدم
مع ال RSA عشان يطلع لنا السايفر تكست. فده سيستم secure but not secret. بس وبكده نكون خلصنا أول حلقة في السايبر سيكيورتي برنسبلز والسايبر سيكيورتي فيلدز من السايبر سيكيورتي وورلد. استنوني الجمعة الجاية إن شاء الله في حلقة جديدة من سيكلول as a service. السلام عليكم.